السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح أسوي عصير البرتقال، وخاصة أنا سويته لشهر رمضان المبارك. يعني مثل ما يقولون أسوي مونة. طبعا طريقة سهلة وبسيطة وما يراد لها أي تكاليف أو أي تعب. عندي هنا أنا جبت 15 كيلو من البرتقال. طبعا هاي أول وجبة، وراح أحط الوجبة الثانية يمي همينة. طبعا راح أغسلهن وأنظفهن كل زين، حتى ما يكون بهم أي بكتيريا أو أي يعني شوائب عالقة بهم، حتى من نعصر العصير لا يتأثر العصير بها. أنا بعد ما غسلتهم، طبعا حسرا من تريدون تسوون عصير البرتقال تقولون للبائع نريد برتقال مال العصير. هنا أنا راح أبدي أقطعهم، أخلي كمية يعني جوا ايدي حتى مو كل شوية اقطع. فراح اقطع البرتقال بهذا الشكل، اقسمه بالنص. كل ما خلصت الكمية راح ارجع اقسم البرتقال نفس الشي، واكمل عصر كل الكمية. بالنسبة لعصر البرتقال، اذا عندكم عصارة كهربائية يعني يفضل ان تكون عندكم عصارة كهربائية، لان الكمية اذا كانت هواية راح تتعب ايدكم بالعصارة اليدوية العادية. بهذا الشكل أعصر البرتقال. عندي هاي العصارة أني أستخدمها بكل سهولة، يعني نعصر وياي البرتقال. وملاحظة أخرى، ما نظل نلح بالقشر حتى لا ينطي مرارة للعصير أو العصير البرتقال، أو إحنا بالعراق نقول له شربة برتقال. فنعصر بهذا الشكل، ما نضغط هواية على العصارة حتى لا يصير العصير ويانا مر. هنا أنا كملت عصر كل الكمية وصفيت عصير البرتقال، وراح أقيسه باللتر. هذا أول لتر. طبعا 15 كيلو أو 14 كيلو تقدرون تقولون. طلع من عندها 3 لتر من عصير البرتقال، وهذا 3 وشوية، هذا الثالث لتر. طبعا للكل بالعادة لكل كيلو أو الكل لتر من عصير البرتقال يخلونه نص كيلو شكر، فيصير جدا حلو. فأني ما راح أخلي يعني نص كيلو، راح أخلي 3 كيلو من الشكر. وهاي الخطوة اختيارية، تريدون تسووها تريدون ما تسووها. هيجي نبشر شوية من قشر البرتقال وأجيبه وأخليه بتول، وأرجع أخليه أضيفه للعصير اللي سويناه. بهذه الطريقة راح أشد التول، أو يعني هيجي حتى لا يطلع عندي القشر بالعصير. وراح أخليه مع عصير البرتقال فترة تقريبا شي ساعة، ساعة ونص. أنا نضفت الشكر للعصير، وراح أحركه بهذا الشكل إلى أن يذوب عندي الشكر بشكل كامل. وهنا راح أضيف قلاص من عصير الليمون حتى يعادل لي الحموضة. ما راح أضيف هواية ليمون، في حال إنه من حضرت العصير أقدر أضيف له ليمون أو ملح ليمون، في حال إذا كان العصير أو شربة البرتقال كان حلو. هنا أنا راح أخلي هاي القشر اللي برشته، وراح أظل أحركه مع العصير تقريبا، يعني راح يظل شي ساعة. كل شوية أروح وأرجع أحركه للعصير إلى أن يذوب الشكر عندي تماما. طبعا قبل من كنا نسوي عصير البرتقال أو عصير النارنج أو شربة النارنج، شربة البرتقال، كنا نخلي الشكر ونخليه على الطباخ ونظل نحرك بيه إلى يعني مو إنه يغلي، إلى أن يحمى ويصير تيج طبقة العصير تصير كأنما مثل رغوة. بس هاي المرة أنا يعني هسه ما أسوي بهذيك الطريقة، لأن أنا مسويته رمضان فترة قصيرة، فما راح أفوره. راح أكتفي بأنه بس أضيف له الشكر وأذوب الشكر بالعصير عن طريق الخلط اليدوي. وهنا أنا بعد ما ذاب عندي الشكر شلت القشر اللي خليته. هنا وصلنا لآخر مرحلة، هي مرحلة التعبئة. راح أعبيه بهيجي علب زجاجية، وراح أخليه بالفريزر. طبعا تقدرون تخلوه بعلب بلاستيكية إذا عندكم يعني شوش مال بيبسي الفانتا.
ما راح اضغط على القبغات هواية حتى لا اطق الشوش بالفريزر. هنا أنا راح اخلي القبغ نص، يعني ما راح اضغط عليه هواية حتى لا من تجمد عندي الملطق عندي بالفريزر. واذا تريد عندكم طريقة تخزين ثانية تقدرون تخزنوا بيه يكون افضل. هنا أنا بعد ما جمد يعني مسك عندي عصير البرتقال راح اخذ منه كم ملعقة وراح اسوي منه عصير واشوف شلون صاير العصير اللي سويناه. في حال انتو من تحضرون عصير البرتقال وشفتوا بانه حلو كلش تقدرون اما تضيفوا له الليمون او اما تضيفوا له الليمندوزي او مثل ما يقولون ملح الليمون. هنا راح اضيف له مي بارد طبعا، اضيف المي بهالشكل وارجع احرك العصير او اخلط العصير. هنا أنا العصير عندي صار جاهز. شوفوا لونه ما شاء الله يعني كلش مضبوط وطعمه كلش طيب، ينعش القلب. عصير طبيعي 100% خالي من أي إضافات. وهنا أنا جيت بسويه جوزية، حبيت أقدمه مع الجوزية. وهنا راح نخلي قطعة البرتقال الفريش. وهاي مونة رمضان صارت جاهزة وألف عافية.